بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المختار محمد وعلى أخويه موسى وعيسى وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. السادة الديوان الكريم، السادة ممثلي قوات سوريا الديمقراطية، ممثلي الإدارة الذاتية، ممثلي العشائر والأديان والطوائف والمذاهب، ممثلي الحركات السياسية والحزبية والفعاليات الاجتماعية، باسم الأرواح الطاهرة التي ارتقت دفاعا عن الكرامة، وباسم كل قدمت فلذة كبدها فداء للحرية، وباسم كل من قاوم الظلم والاضطهاد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحييكم من قلب كردي نابض بالعزة والإصرار روجباش. السيدات والسادة، شركاء الدم والمصير، أبناء هذه الأرض المباركة، نقف اليوم تحت سقف واحد استمرارا لعيش مشترك أسسه الآباء والأجداد، ووحدتنا الجراح وجمعتنا الأحلام التي لم تكسر رغم كل محاولات الطغيان. نحن هنا لا لنجامل، بل لكي نقول الحقيقة كما هي. لقد عانى شعوبنا في هذه المنطقة كل بطريقته من سياسات التهميش والظلم، وشعبنا الكردي عانى لعقود طويلة من سياسات ممنهجة هدفت إلى محوه من الخارطة السورية. حرمنا من الجنسية، فبات مئات الآلاف منا مجردين في وطنهم. منعت لغتنا، قمعت ثقافتنا، تحولت مدارسنا إلى أدوات تعريبية قسرية. منعنا من أن نتسمى بأسماء أمهاتنا، أجبرنا على تغيير هويتنا، تعرضنا للاعتقال والنفي والموت تحت التعذيب في غياهب السجون، فقط لأننا أردنا أن نكون كما نحن، كما خلقنا الله أكرادا. لكننا لم نستسلم ولم ننكسر رغم كل العقود من الإنكار. كل قطرة دم شهيد أنبتت آلاف زهرة مقاومة، وكل أغنية حاولوا إسكاتها تحولت إلى صرخة حرية. قاومنا وناضلنا كي نعبر عن أنفسنا وندير شؤوننا ونشارك في سوريا جديدة. لكننا لم نكن لوحدنا، لقد اختلط دمنا بدم إخوتنا العرب والسوريان والآشوريين والتركمان في ساحات المقاومة وفي خنادق الدفاع عن الكرامة. نحن لا نطالب بحقوقنا على حساب أحد، بل نطالب بها جنبا إلى جنب مع حقوق كل مكون يعيش على هذه الأرض. آمنا ككرد أن العيش المشترك ليس مجرد تعايش،
بل هو شراكة في المصير والقرار والبناء. من هنا كان مطلبنا في مؤتمر الوحدة الكردية سوريا لا مركزية ديمقراطية تعددية تدار بإرادة شعوبها، لا بوصاية أنظمة فشلت في حماية التنوع، ولا بسياسات كرست الظلم كما فعلت الحكومة المؤقتة التي عجزت عن حماية التنوع السوري وسمحت بالتهديد والهجوم على أبناء الطائفة العلوية والدروز في مشهد يعيد إنتاج الإقصاء. من هنا فإننا نرى في اللامركزية الضمان الوحيد لحماية هذه الشعوب وصون كرامتها وتمكينها من إرادة شؤونها بعيدة عن عقلية الهيمنة. نطالب بدستور يعترف بنا كما نحن، بشعب له لغته وثقافته وتاريخه ونضاله على اختلاف مكوناتنا وأدياننا. عندما أنظر إليكم فإنني أرى منارة للتعايش والأخوة عبر العصور أسسها الآباء والأجداد وحمتها الإدارة الذاتية وسواعد الأبطال في قوات سوريا الديمقراطية. عندما أرى الكردي والعربي والسرياني والأرمني والتركماني والمسلم والمسيحي والإيزيدي لا كطوائف متفرقة بل كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نحن هنا لنعلن للعالم أجمع أن هذا المؤتمر ليس اجتماعا سياسيا فحسب، بل هو بيعة دم بين مكونات أرض رويت بدماء أبنائها، وأن شمس الحرية التي أشرقت من هنا لن تغيب. ثورتنا لم تكن ردة فعل، بل كانت فعلا تاريخيا لتصحيح قرون من الظلم. لم نرفع السلاح من أجل قطعة أرض، بل رفعناه من أجل قطعة كرامة مسلوبة. لم نقاتل لنبني حدودا، بل لنحطم حدود العبودية في العقول. شهداؤنا الأبرار من كل المكونات لم يستشهدوا ليرسموا خريطة، بل ليسطروا ميثاقا جديدا للإنسانية، ميثاقا عنوانه العيش المشترك والأخوة الحقيقية والحرية والمصير الواحد. من هنا نعلنها صرخة مدوية في وجه كل من يراهن على زرع الفتنة بيننا أنه واهم، فالرابط الذي يجمعنا ليس حبرا على ورق، بل هو دم شهداء امتزج بتراب هذه الأرض. مستقبلنا لن يقرره أحد سوانا، سنبنيه بأيدينا على أساس اللامركزية الديمقراطية التي هي ضمان حقوقنا جميعا. إنها ليست مجرد خيار سياسي، بل ضرورة وجودية لضمان عدم عودة الاستبداد أبدا. من هنا أدعوكم اليوم لتجديد العهد، عهد الشهداء، عهد الأمهات اللواتي قدمن فلذات أكبادهن للحرية. لنجدد العهد لا للحرب والقتال، بل لصون الحياة الكريمة وعلى بناء وطن يتسع للجميع دون إقصاء أو تهميش. نحن لسنا عشاق حرب ولا نبحث عن المواجهة،
بل نؤمن أن الحوار هو السبيل الأسمى لحل خلافاتنا، وأن العقل يجب أن يكون قائدنا ومرشدنا في كل خطوة لبناء سوريا. لكننا نعرف أيضا أن السلامة والكرامة لا تصان بالكلمات وحدها، وأن من يسعى لانتزاع كرامتنا يجب أن يواجه شعبا موحدا يملك الإرادة ويملك من يحميه. لذلك نقولها بوضوح: نقف خلف قوات سوريا الديمقراطية، لا لأنها قوة عسكرية فحسب، بل لأنها تمثل مشروعا وطنيا جامعا يؤمن بوحدة الشعوب وبحق الجميع في الحياة والحرية. قسد هي قوة دفاع لا اعتداء، هي ضمان لحماية الأرض والكرامة. لذلك نخاطب قوات سوريا الديمقراطية من خلال قائدها العام الجنرال مظلوم عبدي: أيها الجنرال، نحن معك في كل مساعيك للحوار وتجنب الاقتتال، لكن حين يفرض علينا القتال، حين تداهم عشاق كسر الكرامة لكسر كرامتنا، فإننا لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وحماة الكرامة قسد فقاتلا إنا معكم مقاتلون. نعلم ثقل الأمانة عليك أيها الجنرال، لكن رسالتنا إليك من أبناء كردستان ليست رسالة عادية، بل هي وصية من مظلوم الشهيد إلى مظلوم القائد برخودان جيانا. امضي أيها الجنرال ونحن خلفك، لا لأننا نهوى الموت، بل لأننا نريد حياة تليق بنا. وشكرا لكم.